بُصّي بقى، إحنا أول ما هنبدأ الرحلة دي ونقعد كده مع نفسنا ونتصالح على الماضي ونشوف إحنا حابين المستقبل يكون شكله إيه، فأول حاجة هنقابلها هي زحمة الأفكار، المشاعر اللي بالنسبة لنا إحنا مش فاهمينها أصلًا، يعني أنا حاسة بإيه مش أصلًا مش باعرف يعني في ناس كتير أوي مش بتعرف لو تيجي تقول أنتِ حاسة بإيه أو إيه شعورِك ده دلوقتي، مش كتير، عارفة ده تحدّده كتير، بالضبط. بالضبط. جالي أنا باعمل تحرير مشاعر، فأنا المشاعر دي قصة كبيرة كده، ما أنا هم عبارة عن 120 شعور أو هو في ناس بتقول أكتر، إحنا ما إمم، نعرفش منهم غير الحب والكره. خطوة لازم تفهم إيه الشعور اللي جواك. أنا عندي معادلة وطبعًا بما إنِّك بتقولي الأفكار، المشاعر بتيجي منين؟ في معادلة كده هاشرحها ببساطة وسهولة نسهّلها على الناس، إمم، إنه أي موقف باتعرّض له أنا باستقبله بحواسي ال5 دخل على عقلي. على إمم، مُخّي عشان يترجمه، وفي إمم، process هنا بتحصل في جزء من الثانية، بعد ما دخلت على عقلي هيبدأ عقلي يمُر على بوابة كبيرة اسمها الفلاتر، إمم، معتقداتي وقيمي اللي هو بتاعه، إمم، يعني إحنا ممكن نكون 4 أخوات في البيت، هي أختي غيري، مش لازم نبقى زي بعض، بعدين تروح مطلّعة لي المكنة دي حاجة اسمها إيه، معنى، معنى للي حصل ده، ينتج عن المعنى شعور، فاحس إن أنا متضايق، زعلان، غضبان. بعد كده يطلع الbehavior أو السلوك ليه 3 حاجات، يا إما أروح رادد عليكِ كلام، يا إما أروح إمم، مستعمل إيدي آخُد action، يا إما avoid you وأمشي خالص ما ليش دعوة بيكِ. آه، مين بقى الking في المعادلة؟ المعنى، إمم، فكل واحد ليه المعنى الخاص بيه، فلو أنا فهمت إن المعنى هو اللي بيحركني، هو اللي بالمكنة اللي هتطلّع لي الشعور، إمم، فأنا هالعب فين؟ في المعنى. المعنى، أعرف قيمي، أعرف أهدافي، أهدافي، أفكاري، مشاعري، وأعلن عنها، بعد إذنكم يا جماعة إمم. أعلنوا عنها.